انت مش مفلسه، انت مش بتعرفي تتعاملي مع الفلوس. دول 20 طريقه تساعدك انك تحافظي على فلوسك. اول حاجه، سجلي كل جنيه انت بتصرفيه فين. استني 24 ساعه قبل ما تشتري حاجه انت مش محتاجاها او حاجه غاليه. بدل ما تاكلي بره، اطبخي في البيت. وانت مش بتستخدمي نتفليكس او سبوتيفاي، كنسل السبسكريبشن دي. ولما تيجي تشتري حاجه، اشتريها بالكاش مش بالكريدت كارد او بالديبت كارد. لما تروحي حته، اعملي شوبينج ليست. ابلاي اللو بتاع 50 30 20، يعني 50% من مرتبك يروح لاحتياجاتك، و30% للحاجات اللي انت عايزاها، و20% يروحوا للسيفنج او المدخرات. تيجي تشتري لبس، اشتري حاجة تايمليس مش حاجة ترندي عشان تقعد معاكي وقت طويل. ولما تيجي تشتري الجزم سبيشالي، انفست في حاجة نظيفة عشان تقعد معاكي اكتر وقت ممكن. بلاش لما مرتبك تزيد زودي من اللايف ستايل بتاعك. لو انت بتقبضي 100 جنيه وصرفتي 90 جنيه، ولما بتقبضي 1000 جنيه صرفتي 900 جنيه، انت مش بتعملي حاجة. بلاش تشتري قهوة من بره ولا اكل من بره عشان دول اكتر حاجة بتاكل فلوس. قبل ما تغيري حاجة حاولي انك تصلحيها. فاليو كريدت كارد، فريز، ارميهم. لو عايزه حاجه ميجر اشتريها في البلاك فرايداي او في السيلز. من الحاجات اللي احنا مش بنعملها ان احنا نبراكتس جراتيتيود، الامتنان علشان ربنا يزيدنا. يوم كل اسبوع انك مش تصرفي ولا مليم. اول ما مرتبك ينزل على طول حطي ال 20% ده في السيفنج بتاعك، اكنك بتدي لنفسك مرتب. كده يكون عندك different ways تحافظي بيها على فلوسك. ما تنسيش تعملي سيف عشان ترجعي له بعد كده.